في رأي حضرتك ليه بعض الأطباء بيدفعوا المريض لجراحة الانزلاق الغضروفي وهم مش محتاجينها؟ هل هي قلة علم ولا الأهداف تجارية؟ هقول لحضرتك حاجه. آه ممكن الاثنين مع بعض، قله علم واهداف تجاريه. بس انا دايما اقول آه للامانه العلميه، انا كواحد متخصص او غيري او زمايلي حتى القريبين مني بنقعد نتناقش في الامور دي. لا، ليه بقى يا دكتور عمرو؟ مش ايدي هتاخدني واجري على المشرط على طول وافتح العين ده، لان احنا من شغلنا وخبرتنا مثلا فوق ال 30 سنه، ان انا عارف ان العين ده لو ما اتعملش في الوقت المناسب ولظروف مناسبه انه لازم يتعمل، ان انا والمريض هنعاني معاناه رهيبه بعد العمليه. فمهم جدا جدا لو دكتور عنده ضمير وبيفهم مش هعمل عمليه غير مناسبه في الوقت غير مناسب، لان العين ده هيحصل له مضاعفات رهيبه جدا، هتضايق العين وهتضايقك انت كجراح، مش هيتعافى وهيخش في مشاكل رهيبه جدا. فطبعا لازم زي ما قلنا قبل كده، الجراحه لها ظروفها ووقتها والحاجات اللي قلنا عليها قبل كده اللي لازم العلامات افتح العين ده الحمراء. بس. غير كده مفيش احنا مشاكل. معلش مش عايزين نجمل اه الكلام اه في مشاكل الانزلاق الغضروفي. اه وناس بيتكتب لها عمليات، كتير وعلميا كتير علميا يعني مش هم مش مناسب ليه، مش محتاجين العملية دي. وهيحصل مشكله رهيبه بعدين. انا بشوف ليه يا حاجه. دكتور عبد الرحمن هقول لك الكلام ده حاجه. بيحصل ليه؟ هقول يعني هل الجراح، يعني جراح العظام او جراح المخ والاعصاب، هل هو فلسفته العلاجيه جراحه او شايف ان هو ده الحل الجذري، ولا فعلا في ناس كتير جدا 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 مش محتاجه جراحه عمود فقري وبيكتب لها عمليات وهي مش هقول لك حاجه محتاجه؟ يا دكتور عمرو، دي حاجه يمكن انا لمستها معايا وبعض الزملاء. العناد احيانا ان المريض يجي له يقول انا ما خفتش. عادي، وارد ان ما يخفش، عندي نسبه كبيره من 20 30% مش هيخف بالعلاج مثلا. ابدا اشوف موداليتيز تانية واشوف ما خفش ليه، وري اسسمنت، اعمل اعاده تقييم. اعاده تقييم للمريض وافحصه من جديد، ولو محتاجه ايه انفستيجيشن اعملها، واتكلم مع المريض ومع الفاميلي اللي موجودين واعرف هو بيعمل ايه بعيد عني. لازم اعرف، طالما انا شايف من الاول ان هو مش محتاج عمليه، يبقى في حاجه غلط في المنظومه.